هل رياضة القفز الأساسي بالمظلات خطر زي ما الناس بتقول؟ يا نهار ابيض. اقصد انك تنط من طيارة كده وتبقى متعلق في الجو. بس عشان اجاوبك على السؤال ده تعالى اقول لك بتوصل ازاي للمرحلة دي اصلا. دي كانت اول مرة اركب طيارة في حياتي ونطيت منها فعادي. رياضة القفز الأساسي بالمظلة واحدة من الرياضات الجوية اللي أنصح بيها لو حد عايز يدخل في السكة دي، زي السكاي دايفنج والباراموتور والباراجلايدنج وغيرهم. ليه هي أسهلهم بقى؟ عشان بمجرد ما بتخرج من الطيارة ما بتعديش 3 ثواني والباراشوت بيفتح لوحده، مش زي مثلا السكاي دايفنج انت اللي بتبقى مسؤول انك تفتح الباراشوت بتاعك. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان الرياضة دي موجودة في اسكندرية وفي مدنيين بيمارسوها عادي، وانا جربتها مع الكسندريا باراشوتنج اللي بيعملوا دورة كل شهر. كانت من احلى الحاجات اللي عملتها في حياتي. يأهلوك بدنيا ونفسيا للقفزة لفترة شهر ونص بكل حاجة انت محتاجها، وجهز نفسك لشويه تمارين او لا خليك تشوف بنفسك. هعمل لهم منشن، اسالوهم هيعرفوكم كل التفاصيل عشان في دوره يوم الجمعه. وما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا تجارب اكتر. منظر الناس ورايا